بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم فيديو جديد سهل وبسيط مع أم بودي. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنعمل فيديو جميل جدا جدا، جاتو شاتو شوكولاتة فاخر 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 بمعنى الكلمة، وهنضيف له إضافات عبقرية. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والاضافات اللي هنضيفها دي هتخليه طري وهش، اللي هيدوقه هيقول مش هيصدق ان انت اللي عاملاه خالص. بس اتبعي الخطوات واتبعي الوصفه كده، والمقادير اللي بنحطها، المكونات اللي بنحطها، وان شاء الله ان شاء الله هتدعي لي على طعمه اذا جربتيه. سمي الله ونصلي على رسول الله ونقول وصفتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا معايا كوبايه، انا عامله صينيتين بس هقول لكم مقادير صينيه واحده. كوبايه دقيق، عليها ربع كوبايه نشا، وكوبايه سكر. انا هحط المكونات بتاعتي كلها مره واحده، بس هقول لكم مقادير صينيه واحده هكتبها لكم في صندوق الوصف. طيب الصينيه الواحده كوبايه زيت برضو 150 ملي، لو عايزاها ناعمه زي ما انا كنت عاملاها كده، او وكوبايه، معايا كوبايه لبن. ممكن تنقصي معلقتين زيت ولا 3 كده لو مش عايزاها ناعمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى كوبايه سكر، كوبايه زيت، وكوبايه اللبن تكون يعني اعلى من السخنه، اعلى من الدافيه شويه، علشان السكر معايا يدوب بسرعه. وطيب انا معايا المفروض اعمل الشفشق معايا دوت بياخد مقادير صينيه واحده، بس انا حبيت بقى اعمل صينيتين مره واحده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فما كفاش المقادير، فانا نقصت نص الشفشق كده عشان اكمل بقيه المقادير. ومعايا معلقتين لبن بودر، ممكن تستغني عنه بس هيديكي طعم غني جدا. بقولك زي اشهر واحسن المحلات اللي بيعملوه. واللبن البودر بيتقل الكثافه بتاعه الصوص، بيتقل القوام بتاعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين القوام تقل ازاي؟ بس ما نضربش كويس برضه علشان خاطر القوام تقل، والشفشق ما عادش قادر انه يعني يضرب. فانا نقصت الكميه اهوت في بوله، وهقسم بقى الكاكاو على الكميتين، الكميه اللي في الشفشق والكميه اللي انا نقصتها، يعني اللي هو الزيت واللبن والسكر، ضربتهم مع معلقتين كريم معلقتين لبن بودر. وهحط ربع كوبايه كاكاو. هسيب لكم زي ما قلت المقادير في صندوق الوصف، بس خدوا بالكم من الخطوات اللي بنعملها. حطيت ربع كوبايه كاكاو، كاكاو يكون خام، ومعلقتين شوكولاته ان كان موجود. انت لو عندك شوكولاته تقديم حطي 3 4 مكعبات، ابشريهم كده وحطيهم، ممكن تزيني بيهم، هيديكي طعم حلو جدا جدا برضو ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا كانت الكثافه تقلت، فزودت بقى كوبايه ميه سخنه. حطيت كوبايه ميه سخنه، وحطيت رشه حبهان تحبيه حطي، ما بتحبهوش وموجود او مش موجود ممكن تستغني عنه عادي. وحطيت كيسين فانيليا. هنا الصوص اهوت بسم الله ما شاء الله اللي احنا ضربناه اللي كان في الخلاط دلوقتي، فضيته في البوله اللي هنعمل فيها الخليط كله. وطبعا زي ما شفتوا حطيت بقيه الكاكاو على بقيه الخليط اللي كان في الخلاط. الخليط اللي كان في الخلاط زيت ولبن وسكر ولبن بودر. حط ايه اللي انا حطيته فوق دوت؟ كريم شانتيه. كريم شانتيه بقول لك جاتوه جاتوه بمعنى الكلمه. جاتوه غني، طعمه هش، طعمه جميل، طعمه يعني طري. مش عارفه اوصفه لكم، بس انتوا لما تدوقوه هيعجبكم جدا جدا، او تعملوه ان شاء الله. هنا قسمت بقى، قلبت الخليط مع بعضه كده زي ما انتوا شايفين، وهاخدت منه كوبايتين. انتي هتاخدي على مقادير الصينيه الواحده كوبايه واحده، هتاخدي مقادير الصينيه واحده كوبايه صوص وتحطيها في التلاجة علشان تزيني بيها الصينيه ان شاء الله. مقادير الجافه بقى: معايا كوبايه دقيق، معايا ربع كوبايه نشا، كوبايه دقيق وربع كوبايه نشا. طيب المقادير دي تكفي صينيه قد ايه؟ مقاس قد ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 20 في 30 لو صينية طويلة، لو صينية مدورة مقاس 26. وحطيت معلقة ونص من البيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة من الكربونات. والكربونات بيساعد الكيك انه يرتفع ويبقى خفيف وطري ان شاء الله. وهنضيف اضافة تانية حلوة اوي ان شاء الله موجودة في كل بيت. هنا كنت صفيت الكوبايات اللي هي اللي كان فيها الزيت، صفيتها في الخلاط. وطبعا دوت اللي كان فيه الصوص لما نقصته من الخلاط،
فما غسلتهوش طبعا، فقلت افضي فيه البيض على طول. طيب الصينيه الواحده بتاخد قد ايه؟ بتاخد بيضتين يكونوا كبار. انا البيض هنا كان معايا صغير جدا، كان اصغر من البيض من البيض البلدي. حطيت 5 بيضات. انت هتحطي للصينيه الواحده بيضتين لو كبار، هتحطي 3 لو صغيرين. وحطيت عليهم معلقه خل، وحطيت عليهم كيس فانيليا او كيسين فانيليا اللي هي الاكياس دي عشان بيبقى فيها سكر. لو فانيليا خام ربع معلقه صغيره جدا. وضربتهم كده، ضربت البيض ضربه كويسه كده لحد ما يعمل فقاقيع ويدخل له هوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا كنت بمسح الخلاط. هنا هنخل الدقيق. انا كنت نخله الدقيق قبل كده 3 مرات، يعني انا ضفت الدقيق على النشا ونخلتهم 3 مرات. وبرده وقت ما احطه بقى على الصوص وعلى الخليط بتاع الكيك دوت هنخله تاني، علشان بحاول ادخل اكتر كمية هوا للكيك. حتى كنت فاتحة المروحة برضو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عشان كان الجو حر قوي. هتلاقوا دي بيتطاير كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تنخلي الدقيق، هتحطي الدقيق على 3 دفعات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا حبايبي، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. اذا الفيديو عجبكم ان شاء الله، وان شاء الله هيعجبكم، اللي هيجربها هيحبها جدا، وان شاء الله ان شاء الله هتدعوا لي. هحط الدقيق بقى، هضيف الدقيق على 3 مرات، والصوص برضو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الصوص ده كان عباره عن ايه؟ عن كاكاو وزيت ولبن بودر ولبن حليب. ولو في لبن رايب حطي بدل الحليب رايب، هيديكي نتيجة احسن طبعا ان شاء الله. وهندخل نضيف ونقلب، نضيف مرة دقيق ومرة صوص ونقلب. لقيتي العجينة تقلت في ايدك، ما تنكيش تقلبي عشان ما تنشطيش فيها العرق او تنشطي فيها الجلوتين. اي دقيق بيبقى فيه نسبة جلوتين بسيطة، ودوت دقيق للكيك مخصوص للكيك. لقيتيها تقلت في ايدك، ضيفي حبة صوص. الصوص خلص، احنا هنحتاج ميه تاني، هنحتاج كوبايه ميه او كوبايه لبن او كوبايه رايب، الموجود عندك المتاح عندك اعمليه حطي. طب ايه اللي انا حطيته ده؟ معلقه عسل اسود. طيب معلقه عسل اسود فايدتها ايه؟ يعني بتحسن من اللون. بتخلي الكيك طري جدا. لو قعد عندك يوم او يومين، ولو مش هتحطي عليه صوص، انا هنا معايا ميه مغليه، طبعا هشرب بيها الخلاط وهضيفه علشان ما اخسرش بقيه المكونات الموجوده في الخلاط. نبقى خدنا المكونات بتاعتنا سليمه وكامله ان شاء الله. مش نسيب بقى حبه في الخلاط وحبه في البوله ولا حبه في الكوبايه، لا يا حبايبي. وهنضيف برضو بقيه الدقيق. فانا بقولك لو الدقيق وانت بتضيفي الدقيق كده لقيتيه تقيل في ايدك، لا ما تقلبيش، حطي حبه صوص وقلبي علشان ما يكونش عرق معاكي. ونقلب في اتجاه واحد. قلبت اتجاه الشمال، خليكي مستمرة تقلبي على طول في الشمال. اتجاه اليمين خليكي مستمرة تقلبي في الاتجاه اليمين. يبقى احنا حطينا، انا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبنقلب في اتجاه واحد كده. اختفى الدقيق واختفت كله اختلط ببعضه، المكونات كلها اختلط ببعضها. خلاص توقفي بقى، ما تقعديش تلفي كتير في العجينه بتاعه الكيك. والعجينه تكون انسيابيه كده. كده خدت معايا، يعني انت هتاخد معاكي نص كوبايه ميه سخنه، هتاخد معاكي كوبايه لبن ونص كوبايه ميه سخنه بتغلي. طب ميه سخنه بتغلي كده مش هتبوظ الكيك؟ لا ان شاء الله مش هتبوظه. ده الميه السخنه بتساعد على هشاشه وطراوه الكيك، وبتخليه بيرتفع في الفرن. طريقه جميله جدا زي ما هتشوفوا دلوقتي. احنا فرشنا قاع الصينيه بس بالكيك، والكيكه لما استوت وطلعت ملت حوالي نص الصينيه. بسم الله ما شاء الله. طيب انا عايزاها اعلى من كده، اعلى من انتي عاملاها. تبقي تزودي بقى معلقتين دقيق كمان ومعلقتين نشا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. على مقاس الصينية اللي قلنا فيها 20 في 30 لو مستطيلة، 26 لو مدورة. وتقلبي كده. هنا هنشوف بقى يبقى القوام معاكي ازاي. ترفعي بالمعلقة كده تنزل تقطع زي وتديكي منقار منقار الكتكوت كده ولا حاجة، ولا منقار ديك شايفين زي ما انتم شايفين كده. يبقى كده احنا وصلنا للقوام المظبوط. ان عملتيها انسيابيه وخفيفه عن كده هتعجن معاكي. اذا عملتيها تقيله عن كده هتبقى مكتومه معاكي. فالطريقه دي تاخدي اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد، ترفعي بالمعلقه او بالمضرب
تنزل معاكي المنقار انسيابي، ينزل معاكي المنقار انسيابي. شايفين بسم الله ما شاء الله زي الطريقه دي كده، ما تنزلش تتفرش على طول كده تبقى خفيفه قوي، لا زي ما قلت هتبقى معجنه معاكي. طيب انا دهنت الصينيه وحطيت معلقه دقيق، دهنتها زيت او سمنه، او سمنه، وحطيت معلقه دقيق على معلقه كاكاو، قلبتهم في بعض زي ما انتوا شفتوا كده، وفرشتهم في الصينيه بعد ما دهنتها زيت او سمنه. وبعد ما نحط العجينه في الصينيه، شايفين العجينه يا دوبك فرشه قاع الصينيه اعلى كام ملي كده، عاليه عن كام ملي كده، بسم الله ما شاء الله. بنجيب خله او شوكه او بوس سكينه وانت لينا رايحين جايين على العجينه كده، عشان نضيع الفقاقيع اللي فيها، لان الفقاقيع دي لما بتدخل في الفرن بتنفخ كده، بتبقى ايه صينيه الكيكه من فوق الوش مبربق، زي ما تكون مبربقه كده او عامله كور كور بسيطه كده. فانت ايه اعمليها بخله السنان او ببوس سكينه او بشوكه، تنيكي رايحه جايه فيها كده لحد ما تطلعي الفقاقيع دي. والفرن بقى يكون سخن جدا، الفرن يكون سخن جدا، وتحطيها على الرف اللي في النص، لو عندك فرن درجات يبقى 180 درجه، وتحطيها على الرف اللي في النص على الشبكه لحد ما تستوي، من تلت ساعه لنص ساعه، اكتر شويه انت او حسب درجه حراره فرنك. طيب احنا نرفع، في خطوه عدت مني هقول لكم عليها. بنعرف ان هي استوت ازاي. بتكون الجناب فاصله كده، جنابها فاصله، او تحطي خله او بوز السكينه كده وتطلعيه، اذا لازق فيه عجين تبقى لسه ما استوتش. بس لازم من النص عشان النص بيغيب شويه في التسويه. طلعت نضيفه السكينه او الخله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاص هي كده استوت، وتسلكيها بقى من الجناب كده وتقلبيها وترجعيها في الصينيه تاني، علشان القاع هنا ما نشيلش منها حاجه، في بقى بيقشوطوا الوش كده ويسقوها، لا احنا مش عايزين نشيل منها حاجه ولا عايزين نخسر منها حاجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنسقيها بالخليط اللي شفتوني وانا بعمله، كوبايه لبن على معلقتين كاكاو على معلقتين سكر على رشة فانيليا، ونقلبوه نعمله كوباية كاكاو عادية جدا، بنعمله كوباية كاكاو عادية جدا او كابتشينو كابتشينو للي بيعرف او اللي بيقول عليه كده يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بنعمله بنسيبه يبرد، يعني انا بغليه على البوتاجاز، انا دخلت الصواني الفرن، عملت الكاكاو وسبته يبرد كوباية، هسقي بنصها كده الصينية على قد ما تاخد معايا. انا عاملة كوباية، انت كوبايه تاخد صينيتين، هتسقي الصينيتين. انت عامله صينيه واحده هتبقى نص كوبايه، هتبقى معلقه كاكاو معلقه سكر نص كوبايه ميه، وقلبيهم ورشه فانيليا ورشه حبهان ان حبيتيه، وحطيها على البوتاجاز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا كده بتك عليها، لقيت الصوص في شبعت صوص خلاص، ولسه يعني هي مش هتنيها كده، هسيبها لحد بعد ما اسقيها الكاكاو، هسيبها لحد ما تشربه خالص، نص ساعة، ربع ساعة، ساعة، مش مشكلة خالص. ممكن تعمليها وتبيتيها وتصبحي تاني يوم تسقيها بالشربات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بعد ما شربت الحتة الغامقة دي كانت حتة شوكولاتة من اللي احنا ضفناها، ما كانتش ساحت. هتقطعيها بقى زي ما انت حابة، العدد اللي انت حباه، يعني انا مقطعاها هنا 8 قطع. هنا بقى الصوص اهوت اللي كنا سايبينه في التلاجة، الجو في اليوم ده كان حر جدا، فكان عبال ما عملت كده كان ساح معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويبقى سايح شوية مش مشكلة، بندي فرصة للكيك ان هي تشربه، تبقى قطعة الكيكة كده تاكليها غنية بصوص من الخارج ومن الداخل كده، بسم الله ما شاء الله، طعمه تحفة تحفة تحفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني ديت ممكن تقطعيها مثلثات اصغر من كده شوية، او تسيبيها مدورة وتسقيها، تطلعيها بقى تسقيها في الصينية وتقلبيها على صينية تانية وتحطي الصوص عليها، وتقطعيها بقى، تتحكمي في القطع تكون اصغر من كده شوية. هنا الصينية الطويلة برضو زي ما عملنا مع الصينية المدورة، سقيتها برضو بالصوص، بس محبتش اكرر الخطوات علشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. متهيألي انا مش برغي في حاجات يعني ملهاش علاقة بالوصفة، يعني الحمد لله. يا رب بس اكون قادرة اوصل لكم مع المعلومة او الطريقة، وفي اي سؤال اي استفسار انا تحت امركم.
يعني الصينيه من دي بتاخد كوبايه من الصوص. هتعملي صينيتين، هتشيلي من الصوص اللي انت ضربتيه في الخلاط كوبايتين. هتعملي صينيه واحده، هتشيلي من الصوص كوبايه صوص، وتستخدمي الباقي في عمل الكيك او عمل الكيكه ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بنحطه بقى ونسويه ونهبد الصينيه كده علشان خاطر الصوص يتخلل المكان القطع كده ويتحدد معانا، علشان اما نيجي نطلع منها تطلع معانا سهله. انا لقيت عندي بقى في التلاجة 70 موز، قطعتهم طرنشات كده. عندك مكسرات رش عليها، عندك جوز هند رش عليه، سوداني، اي حاجه، اي شوكولاته مبشوره هضيف على واحده. انا كنت حطيت 3 مكعبات شوكولاته وسبت مكعب كده، قلت ازين بيه ان شاء الله قطع الجاتو علشان يبقى شكلها حلو. عايزه تضربي كريم شانتيه وتزيني بيها، زيني بيها الطعم اللي تفضليه والشكل اللي تحبي تقدمي بيه قدمي بيه. انا طبعا بعد ما رصيت الموز حطيت عليه، كنت سايبه حوالي 4 معالق من الصوص كده، دهنت الموز بيه عشان ما يسودش معايا ولونه يغير. هنا بقى الشوكولاته اللي كانت مبشوره، حوالي كانوا مكعبين تقريبا، هزين بيها فوق الوش كده، خلي الطعم اغنى واغنى. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عندك جوز هند حطي، زي ما قلت تضربي كريم شانتيه حطي، عايزه اي فورماسيل زيني براحتك خالص كده خالص من غير اي حاجه. الله عليها، كفايه طعم الصوص بس اللي احنا خليناه غني بالطعم كده والريحه. بسم الله ما شاء الله عليه، كفايه قوي قوي عليها كده. هو الجاتو شاتو بتاع صوص بس، يعني التزيين ده زياده شويه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا كان عندي جوز هند اهوت، يعني بديكوا افكار بسيطه، هي مش بس بتبقى حلوه، تدي شكل. شفتوا بقى كان شكلها ايه وبقى شكلها ايه. ويا سلام بقى ورده كده من الكريم شانتيه تتحط في النص. رجاء حبايبي اذا كان الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، واللي جرب الوصفه تقول لي اخبارها ايه وطعمها ايه ان شاء الله في كومنت جميل منكم كده ان شاء الله. وان شاء الله لما تعملوها هتدعوا لي. كل اللي هيدوقها من ايديكم مش هيصدق ان انتوا اللي عاملينها خالص خالص والله. ان شاء الله غنيه جدا، طعمها جميل جدا جدا جدا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اديني زينت كمان بفورماسيه اهوت علشان يفتح اللون معايا شويه، يكسر اللون شويه. بسم الله ما شاء الله. تيجوا بقى نجرب كده. بسم الله ما شاء الله. وشفتوها ما كانت طالعه من الفرن كانت اسفنجيه خالص ازاي. انا كنت حطيتها في التلاجة شويه بس ما قعدتش المده طويله يعني الكافيه في التلاجة علشان خاطر تبرد. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كانت لسه دافيانه في نسبه دفى شويه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى حتى فرفت فيها شويه بس كان طعمها تحفة تحفة تحفة. بسم الله ما شاء الله. يلا حبايبي اللي وصل لحد هنا ما ينساش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد، واستنوني فيديوهات احسن واحسن ان شاء الله. استودعكم الله التي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.